مشاهدينا الكرام، في حال لم تقدم الجزائر على طرد جبهة البوليساريو ونزع سلاحها، فإن هذه الجماعة قد تصنف قريبا كمنظمة إرهابية. ووفقا للخبراء فإن احتضان الجزائر لهذه الجماعة قد يعرضها لعقوبات دولية قاسية. أيها المواطنون، أعلن لكم تبو شنو قال فاش اعترفت ميريكانا بكل أسف أننا خسرنا الحرب العظيمة على الرمال الساخنة. نعم، الرمال انتصرت وجيراننا احتفلوا علينا بالشاي والكسكس. من اليوم فصاعدا لا صحراء لنا إلا تلك الموجودة في بطوننا بعد وجبة الحريرة المغربية. عاشت الأمة ولو مهزومة. الجزائر قد تفرنست، الشعب الجزائري صار شعبا متفرنسا لا هوية له، وأصبح صاحب هوية ممسوخة لا يعرف شيئا عن الدين ولا عن الإسلام. المطلوب من تبون أمرين اثنين: إما التنحي طواعية، إيش بدروك؟ خلاص فشلت. تبون فشل فشلا ذريعا في إدارة الجزائر. أمامك فرصتين، أمامك حلين لا ثالث له: إما التنحي، تقديم استقالتك وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، أو أقل ضرر أنك تغير محيطك الفاشل، الزريبة كلها تغيرها وتكمل العهدة نتاعك في صمت وتشد سابعك تعطيك قسم من المشاكل. صافي الجزائريين ما بقاوش باغيين تبون، المغاربة يحتفلون. ملك المغرب في خطابه الأخير بمناسبة العرش يقول: أنا مستعد باش نمد يدي للجزائريين. يعني ما تحليلكم؟ والله تحليل ما تراجع سيادة الرئيس بعد الضغوط الجزائرية. ما تفاصيل بالنسبة لنا احنا ما كانش فيه استجابة للمشكل الظرف الحالي اللي عايشينه فيه. دبلوماسي مغربي صرح بأمور خطيرة جدا، سحبنا على أساسها السفير تاعنا من الرباط وقلنا نمشوا إلى أبعد، ما جاناش الجواب. اللي هو سفير المغرب في الأمم المتحدة. ما نعلقش أكثر من هادشي. هما خلقوها شغل نوع من التوازن. التوازن تاعش توازن في القضية زعما الصحراء الغربية. الصحراء الغربية قلناها، مش أنا نقولها، قولها كاع الناس تقول فيها بما فيها الولايات المتحدة. الصحراء الغربية، قضية الصحراء الغربية راها بين يدي الأمم المتحدة في لجنة تصفية الاستعمار. احنا نصوم دي زوبسيرفاتور، نزاهة فقط كومبيدي نعاونوهم باش يحلوا المشكل، وحنا مستعدين حتى إذا كان فيه لقاء بيناتهم هنا في الجزائر مرحبا بهم، ونديروا كل إمكانية تاع الجزائر باش المشكل هذا يتحل بيناتهم، ولكن برضا الجميع. خرجت أنا على صحراء قرار اللي خصهم ما يحلوا مشاكلهم في بعضهم بعض. الجارة الغربية والجارة الشرقية ثريسو. إن الصحراء صحراؤنا، لم نغتصبها اغتصابا ولم نستلبها استلابا، وإنما هي جزء من وطننا كان محتلا فخلصناه ومقيدا فأطلقناه. إننا نعد كل اعتداء يخل بأمن وطننا وسلامته افتياتا على حقوقنا وتحديا بسيادته، يستوجبان منا الصرامة التي لا مجال معها. ليزافريكان كيف يحتفلوا معانا ليزافريكان. ما قافل لعبت وانت
قضية الصحراء ما تخلاش عليها بأي ثمن، لأن قضية مبدئية بالنسبة للجزائر. 50 سنة وانت تصرف على البوليزاريو ياكلوا في دراهم الشعب الجزائري، والجزائر تتعور والمغرب يتطور والتبون يتخور. قضية الصحراء ما تخلاش. مزيانة. الفرق بين ديال الطوبيسات اللي كاينين في المغرب مع الطوبيسات اللي كاينين في الجزائر ما كتشوفوا معنا. شوف الطوبيسات اللي عندنا حنايا هنا في الرباط وفي كازا هما شو الطوبيسات ديالهم. هادشي كان عندنا هنا شحال هادشي، دابا هادشي ما بقاش. هادشي United States welcomes today's historic vote, which seizes upon this unique moment and builds on the momentum for a long overdue peace in Western Sahara. We ما حملوناش